بجرب. ايه الحاجة اللي ممكن يكون حسن مصطفى اشترك فيها مع يوسف عوف بحيث ان هما يعملوا 3 قصص هما نفس ال3 قصص مع تغييرات طفيفة او كتير شوية يعني في عملين مختلفين. مسلسل ساكن قصادي اتعرض لأول مرة سنة 90 في رمضان. طبعا خيرية أحمد، سناء جميل، محمد رضا، عمر الحريري، منى المهندس، الله يرحم الجميع، ومحمد الشقيقيري. وإن كنت أعتقد إنه صبحي خليل عمل الجزء الأول في دور حسن، بس أنا مش متأكدة. مسلسل ساكن قصادي اتاخد من مسلسل تاني إذاعي كان اسمه صباح الخير يا باي. البطلتين هما اللي اختلفوا مين؟ بدل محمد رضا هنا كان حسن مصطفى، وبدل عمر الحريري، وكان بالنسبة لي مفاجأة، كان محمود مرسي في مسلسل إذاعي كوميدي أنا مش شايفاه، ومع ذلك ضحكني وكان هايل. وكان قايم بدور الابنة هنا هالة فاخر، وأعتقد صبحي خليل برضو كان عامل دور حسن في المسلسل الإذاعي. الأسامي برضو اتغيرت شوية، لأنه بدل اسم ليلى اسم الابنة كان شاهيناز، وبدل سيد الأخضر كان سيد الخضراوي في عائلة الحمراوي وعائلة الخضراوي. النواة الأساسية لمسلسل ساكن قصادي ما أعتقدش كانت مسلسل صباح الخير يا جاري. تهيألي بقوة إنه الأساس كان مسلسل البحث عن السعادة. مسلسل البحث عن السعادة كان مسلسل تلفزيوني اتعمل سنة 85، اتعرض سنة 85. كان بطولة سمير غانم، سعاد نصر، وحسن مصطفى. المسلسل كان متكرر فيه 3 قصص، هما نفس القصص اللي اتكررت برضو في مسلسل صباح الخير يا جاري الإذاعي. قصة عن عيد جواز، هما كانوا عايزين يقضوا عيد جوازهم في البيت من غير ما حد يزعجهم، فالضيوف أصروا إن هما طبعا على غفلة وهم استخبوا منهم، وأصروا إنهم يستنوهم في البيت وجابوا لهم هدايا، واتضح بعد كده ان الهدايا دي مضروب سعرها، فهم جايبين هدايا رخيصة حاطين عليها تيكت سعر غالي. فهم عرفوا الناس اللي حواليهم من خلال الموقف ده. والحلقة التانية حلقة عن معزة اتورطوا فيها، دوختهم، بهدلت لهم البيت وكسرت كل حاجة وكانت مشاغبة جدا. ولما أخيرا لقوا لها مشتري اكتشفوا إنه هي جدي مش معزة. الحلقة التالتة اللي كان بطلتها صينية مكرونة في مسلسل البحث عن السعادة، وتورتاية في مسلسل صباح الخير يا جاري. الحلقة دي دواء موصوف لعلاج الاكتئاب، بقولها بثقة. حلقة في منتهى اللذاذة اللي في الدنيا. بس التغييرات من هنا لهنا كانت صينية المكرونة والتورتاية. اتهيألي انه النواة الأساسية لمسلسل ساكن قصادي ما كانش مسلسل صباح الخير يا جاري، كان في الحقيقة مسلسل البحث عن السعادة، لأنه ال3 قصص اتكررت. وبرضه المسلسل كان قايم على الجيرة، لأنه سمير غانم لما اتجوز سعاد نصر اتجوزها بسبب موقف له علاقة بالجيرة، وبعد كده لما هي نقلت وراحت بيته كان في وشهم برضو الباب في الباب باباها، فكان بيحصل كل شوية مناوشات وحاجات بصفته جارهم مش بس حماه. فعشان كده حاسة انه الاساس كان مسلسل البحث عن السعادة، ما كانش مسلسل صباح الخير يا جاري بس. الجيرة هنا والجيرة هنا والجيرة هنا هي كانت الاساس للقصص كلها اللي كانت موجودة في ال3 مسلسلات. وطبعا الكاتب كان يوسف عوف، زوج خيرية أحمد، فأكيد هو اللي كان الأساس لل3 قصص دي. بس اللي عايز يستمتع فعلا بان هو يشوف اصل القصص كلها بتاعت مسلسل ساكن قصادي يتفرج على مسلسل البحث عن السعادة. ولو عايز يبدأ بصينية المكرونة.